تنبيه للسياح: إذا زرتم الجزائر لا تنظروا إلى المعالم الأثرية، بل انظروا إلى السماء. من تمنراسة إلى الجزائر العاصمة، مرورا بوهران وقسنطينة، غيمة سوداء جديدة تغطي البلاد. ليست أحوالا جوية، وليست أسرابا من الطيور، إنها أكياس المفاجأة الشهيرة في تحليق مداري كامل. هذا هو الابتكار الأكبر في النظافة الوطنية، نسخه كل شيء إلى الشارع 2. وبما أن مياه الحنفيات أصبحت أسطورة حضرية، اضطر المواطن للتكيف. لم نعد نسحب سيفون المرحاض بلا نسحب مقبض الكيس البلاستيكي. إنها لوجستيات فائقة الدقة. وها هو الانطلاق من الطابق الرابع للعمارة. مسار منحني رائع، الكيس محمل جيدا بمواد، دعونا نقول، عضوية جدا. هل سيصل إلى الرصيف؟ نعم، مباشرة فوق الزجاج الأمامي لسيارة الجار الوظيفية. يا لها من موهبة! إنه مفهوم عبقري، الجيرة الإشعاعية. لماذا تكلف نفسك عناء نزول السلالم بينما يمكنك تحويل شرفتك إلى منصة لإطلاق الصواريخ؟ لدينا أحياء كاملة تشبه أرضها ساحة معركة من البودينغ الأسود. إذا دست على كيس طري نوعا ما، فليس لغما أرضيا، بل هو مجرد فطور جارتك العلوية التي لم يتبقى لديها ضغط مياه في الأنابيب. إنه الجيش الوحيد في العالم الذي يقصف رصيفه كل صباح في 7 تماما. حتى أن هناك إشاعات بأن وكالة ناسا تدرس مدى مقاومة أكياسنا البلاستيكية، فهي تنجح في احتواء مواد لا يستطيع حتى الرصاص إيقافها. باختصار، قد لا تملك الجزائر أفضل الطرقات، لكنها اخترعت القصف الجواري. لذا، نصيحة: إذا سمعت صراخا من شرفة، لا ترد بصباح الخير، بل افتح مظلتك. وقبل كل شيء، لا تتنفس بعمق.